ازيكم عاملين ايه؟ العنوان اللي انتوا شايفينه للفيديو بتاع انا تعبان، انا نفسي اسيب البيت وما ارجعش تاني. انا اهلي بيعملوا معايا كده ليه؟ دي 3 جمل سمعتهم من 3 اشخاص مختلفين في المراحل العمريه، مختلفين من حيث الحاله الاجتماعيه، في منهم المتزوج، في منهم اللي لسه قاعد مع اهله في البيت. مختلفين في المستوى الاجتماعي، بس مع الاسف ال3 اتفقوا في ال3 جمل دول. ال3 لما جيت اعمل معاهم سيشن نفسيتهم متدمره. الولد اللي فيهم كان في من ضمنهم ولد هو اوريدي ساب بيت اهله واختار ان هو يشتغل في محافظه بعيده علشان يبعد عنهم. البنوته بتقول لي انا بكره اروح البيت، ببقى نفسي اشتغل 24 ساعه عشان ما اروحش البيت. البنوته التانية المتزوجه حياتها متدمره بسبب علاقتها باهلها. طيب، ايه اللي حصل؟ ايه المشكله؟ ايه اللي يوصل شباب ان هم يقولوا الكلام دوت؟ يعني اكيد اهاليهم ما بيعذبهمش يعني. فاكتشفت ان الموضوع ان احنا كاباء وامهات بنمارس الدعم المشروط اللي انا كنت كلمتكم عنه قبل كده في فيديو، ممكن واحنا مش مدركين. اللي هو فكرة لو عملت اللي انا عايزه هتلاقي مني كل الدعم، لو ما سمعتش الكلام خلاص مع نفسك عيش حياتك. الموضوع ده بيبقى مؤلم جدا، والأسوأ من كده ان مع الاسف ده بيبقى متزامن بممارسة الاهل الابتزاز العاطفي. مفيش دعم، طول الوقت انا ببتزك عشان اخد منك اللي انا عايزه. فاسمحوا لي، لان اكتشفت ان موضوع الدعم المشروط والابتزاز العاطفي دوت لما بيبقى موجود من الاهل او بيمارس من الاهل بيبقى صعب جدا، عقباته بتبقى وحشه قوي. فان شاء الله الفتره اللي جايه هنعمل سلسله فيديوهات عن الابتزاز العاطفي. اول فيديو هيبقى موجه رساله للاب والام اللي ممكن يكونوا بيمارسوا الابتزاز العاطفي وهم مش واخدين بالهم. وهنبتدي بعد كده نعرف مين الشخصيات اللي في حياتنا اللي ممكن تكون بتمارسه او بيتمارس علينا، اتعامل ازاي. فان شاء الله انتظروني في الفتره الجايه وسلسله فيديوهات عن الابتزاز العاطفي.